شاهد لحظة اصطياد سمكة القرش التي ابتلعت سائحا روسيا وإخراجه من بطنه بعد 3 ساعات. انظر ماذا وجدوا بداخل القرش. سبحان الله. ولكن قبل مشاهدة الفيديو نرجو منكم الإعجاب هذا الفيديو والاشتراك في القناة، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيكم. أظهرت لقطات فيديو لحظات ترصد اصطياد مجموعة من الصيادين في الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر جنوبي جمهورية مصر لسمكة القرش المفترسة التي أكلت شابا روسيا الخميس. واقتنص الصيادون فرصة صيد سمكة القرش بعد بقائها قرب الشاطئ لمدة ساعتين عقب الهجوم دون مغادرة المياه المفتوحة، مما يعني أنها كانت تسعى لتكرار الهجوم. وجرى اصطياد السمكة لتشريح وبيان السبب الذي أدى للخلل الذي جعلها تعتبر الإنسان من مصادر تغذيتها على عكس الطبيعة. وسمكة القرش من نوع تيجر مفترسة، وهي من الأنواع المعروفة والمعتاد تواجدها في البحر الأحمر وليست دخيلة عليه، لكن سلوكها الهجومي على البشر هو الأمر الغريب. وأوضح التحقيق المبدئي أن هذه السمكة في الغالب وراء هجومين سابقين في سواحل الغردق. وأثار الحادث المروع التي قامت به سمكة القرش، حيث قامت بالهجوم على شاب روسي في إحدى شواطئ الغردق، الكثير من التساؤلات بشأن نوع وسر هجومه على البشر. فهل لوم القرش على الإنسان ليس أمرا طبيعيا، خاصة حينما تكرر السمكة هجومها لدرجة الافتراس كما حدث مع الشاب الروسي؟ ويقول رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة المصرية في تصريح خطير: من الوارد هجوم القرش على البشر، لكن في الحالة الطبيعية فإن سمكة القرش بمجرد أن تعد الإنسان وتكتشف أنه ليس من مصادر تغذيتها الطبيعية المعروفة تتركه على الحال واستمرت في هجومها، فهذا يعني أنها مصابة بخلل. معلومات عن القرش تيجر. القرش تيجر أو النمر من الأسماك الرحالة، ويمكن العثور عليها في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم. سمك القرش النمر بالإنجليزية تيكر شوك هو نوع من أنواع أسماك القرش ينتمي إلى فصيلة القرش الحقيقي تورتشورينيدي. يعتبر سمك القرش النمر أحد أكبر أنواع القروش المعروفة، حيث يمكن أن يصل طوله إلى حوالي من 5 إلى 6 أمتار. يتميز بجسمه القوي والمضغوط جانبيا، ورأسه كبيرة ومدببة، وفمه واسع يحتوي على صفوف من الأسنان الحادة والمنشارية التي تساعده في اصطياد الفريسة. يتواجد سمك القرش النمر المحيطات الدافئة والمعتدلة حول العالم، ويمكن رؤيته في المياه الساحلية والمراعي المرجانية والشعاب المرجانية والممرات البحرية. يتغذى سمك القرش النمر على مجموعة واسعة من الفرائس، بما في ذلك الأسماك والسلاحف والطيور والحيوانات البحرية الأخرى. يعتبر سمك القرش النمر من الأنواع المفترسة والمعروفة كونها قوية وعدوانية. ومع ذلك فإنه يعتبر غير متهدد بشكل كبير للبشر، حيث يكون تفاعله مع الغواصين والغواصين بشكل عام نادرا. ينصح دائما بأن يتم التعامل مع سمك القرش بحذر واحترام عند التواجد في بيئتهم.